أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أسرار الفريلانسينج مع ماندو. النهاردة هنتكلم على سؤال بيجي على بال ناس كتير بتفكر تدخل مجال الفريلانسينج. طيب أنا جديد على الفريلانسينج لكن مش جديد في مجالي، يعني أنا اشتغلت شغل كتير في مجالي، في شركات، اشتغلت لوحدي في شركتي الخاصة. يا ترى هل بداية الفريلانسينج هتبقى صعبة بالنسبة لي ولا هل هتأثر عليا الطريق إن أنا عندي خبرة قبل كده؟ تعالوا نشوف الحالة دي بيبقى وضعها ايه لما تبتدي فريلانسنج، ونتكلم عنها بالتفصيل ونشوف ايه المميزات اللي واحد قديم وعنده خبرة يقدر يستفيد بيها وهو بيبتدي يشتغل فريلانسنج. اي واحد هيبتدي يشتغل فريلانسنج هيبقى نقدر نقسمهم لحالة من اتنين. يا اما لسه جديد في مجاله، يعني انا لسه بتعلم فوتوشوب، لسه بتعلم جرافيك ديزاين، وفي نفس الوقت عايز ابقى فريلانسنج. لما الواحد بيبقى كده بيبقى قدامه تحديين، التكنيكال سكيلز اللي هو لسه محتاج يتعلمها، وكمان ازاي يفهم مجال الفريلانسنج. طيب لو انا عندي خبرة في مجالي، يعني انا مثلا شغال ويب ديزاينر ليه 5 سنين، كنت شغال في شركة وبعدين سبت الشركة او الشركة بتاعتي قفلت ولسه بدور على شغل ومحتاج يعني محتاج وقت عشان الاقي وظيفة جديدة، وعايز اجرب الفريلانسنج باعتبار ان حاجة اقدر ابتدي فيها بسرعة. يا ترى ايه المزايا اللي عندي كواحد قديم وعنده خبرة، وازاي اقدر انجح او اخد خطواتي في الفريلانسنج بسرعة؟ طبعا خليني اقول لك انه لما بتيجي تبتدي على موقع الفريلانسنج، اول خطوة بتعملها ان انت بتعمل بروفايل. البروفايل ده بتبتدي تكتب فيه بيانات عنك، بتتكلم عن خبرتك، بتتكلم عن اشتغلت فين، بتحط الهيستوري بتاعك. لما الهيستوري بتاعك والبروفايل بتاعك يبقى قوي ويبقى فيه تاريخ شغل كتير، دي حاجة طبعا بتعمل للبروفايل بتاعك وزن، وبتخلي العميل يبص نظرة مختلفة وهو بيبص على البروفايل بتاعك او بيبص على الاوفر بتاعك على البروجكت بتاعه. فمهم قوي وانت بتبتدي ان انت تاخد وقت كويس قوي وانت بتعمل البروفايل. حط كل خبراتك، حط كل البرامج اللي اتعلمتها، كل المشاريع اللي اشتغلت عليها، كل السوفت وير اللي بتعرف تشتغله. لو في حاجات معينة انت عملتها وكانت صعبة وقدرت تعملها بنجاح في شغلك، حط تفاصيلها. طبعا هنا في نقطة مهمة وهي نقطة الكوبي رايتس. احيانا لو انت بتشتغل في شركة بيبقى في قيود على ايه اللي تقدر تطلعه بره. يعني على سبيل المثال لو انت ويب ديزاينر بتشتغل مع ايجنسي، مش كل حاجة تقدر ان انت تحطها في البروفايل بتاعك او تتكلم عنها او تنسبها لنفسك، لان غالبا انت بتبقى في شركة جزء من ناس تانية. فمهم قوي تبقى حريص في النقطة دي. لازم تحدد بالظبط ايه الدور اللي انت عملته، ما تنسبش الشغل كله ليك، وتبقى واضح وقدر الامكان يعني حاول وانت بتحط حاجتك تتجنب انك تذكر حد او تذكر شغل انت مالكش حقوق عليه او ما عندكش الكوبي رايتس بتاعته، علشان ده ما يدخلكش في مشاكل سواء مع عميل قديم او مع الشركة اللي كنت شغال فيها. لكن كل ما قدرت تعمل بروفايل غني، بروفايل قوي بيبين خبرتك، بيبين الحاجات اللي انت اشتغلت عليها، ده بيخلي فرصك احسن كتير جدا قدام العملاء. كمان لما بيبقى عندك خبرة بتقدر ان انت تقرأ المشاريع كويس، وبتقدر ان انت تبقى فاهم العميل محتاج ايه. يعني على سبيل المثال مثلا بدل ما تبقى بتدور على بروجكت حاجة جنرال قوي كده ملهاش حاجة متخصصة، حاول تدور على حاجة متخصصة في نفس المجال اللي انت كنت بتشتغل فيه قبل ما تسيب الشغل بتاعك. ده يخليك تقدر تقدم على مشاريع يعني اقدر اقول التكنيكال بتاعها عالي، او مشاريع متخصصة ومش هتلاقي عليها منافسة كتير، لان غالبا المشاريع البسيطة اللي هي اي حد بيعرف يعملها بيبقى عليها منافسة كتير قوي وناس كتير بتقدم عليها. لكن لما بتقدم في مجال متخصص قوي او حاجة مستواها عالي انت تكون اشتغلت فيها وخدت خبرة فيها قبل كده، ده طبعا بيخلي فرصك احسن كتير لانك بتتنافس مع عدد اقل من الفريلانسرز. وطبعا هتكلم كمان على نقطة الفلوس او الاسعار. دايما اللي بيبتدي فريلانسنج جديد بيبقى محتار احط ايه سعر. طب يا ترى اسعر السيرفيسز بتاعتي ازاي، او ايه الاورلي ريت اللي استعملها.
مهم ان انت السعر اللي هتختاره للبروفايل بتاعك اللي هو الاورلي ريت، وكمان السعر اللي هتقدم بيه على المشاريع يبقى بيقول ان انت شخص عندك خبرة. يعني لو عملت كده سيرش بسيط على حاجة من مواقع الفريلانسنج وبصيت على الناس اللي هي بتشتغل في نفس مجالك، هنقول مثلا لقيت ان الناس بتتكلم من الساعة مثلا ب $20 لحد $60 او $80. تمام. مهم ان السعر اللي انت هتختار ان انت تحطه على البروفايل بتاعك يبقى بيقول ان انت حد عندك خبرة. يعني ما تخليش فكرة ان انا جديد على الموقع فبالتالي هبتدي ب20 عشان ابقى قليل سعري فالناس تختارني. لا، عايز السعر اللي انت هتحطه يقول ان انت عندك اكسبيرينس. مش لازم تروح لاعلى حاجة، لكن خليك فوق المتوسط بشوية. يعني لو قلنا الناس هتتكلم من 20 ل60، خليك مثلا عند ال40 او ال45، او لو انت حاسس ان انت متخصص قوي ممكن تعلى عن كده. ده بيخلي الشخص وهو بيقيم الاوفر بتاعك والبروفايل بتاعك قادر يشوف ان انت واحد واثق في نفسك، ان انت عندك الخبرة من البروفايل ومن البورتفوليو اللي انت عملته وخدت وقت عشان تحطه على البروفايل قبل ما تقدم، وكمان الاسعار بتاعتك بتقول ان انت عارف السوق شكله ايه، او ايه الريتس بتاعت الناس الكويسة. كمان مهم وانت بتحط البروفايل بتاعك تحدد الليفل اوف اكسبيرينس بتاعتك. هتلاقي كتير من المواقع بتخليك تقول مثلا انا بيجنر او انا انترميديت او انا اكسبرت. على حسب مدى خبرتك خليك في انترميديت او في اكسبرت لو انت واثق قوي من شغلك، بحيث العميل وهو بيبص عليك يبقى حطك في التقسيم المظبوط اللي انت المفروض تكون فيه. خلي كل حاجة في البروفايل تقول أنا واحد عندي خبرة، أنا واحد متمكن، وكوني جديد على الموقع ده مش معناه أبدا إن أنا جديد في مجالي أو إن أنا هاخد شغل قليل أو هاخد أسعار قليلة. كل ما قدرت تنقل وتوصل الصورة دي كل ما ده كان هيبقى في صالحك وهيسندك وإنت بتقدم على مشاريع، أو حتى وإنت بتتكلم مع أي عميل شاف العرض بتاعك وحب يعرف أكتر عنك وعن خبرتك. كمان مهم ان انت تبتدي تعلم نفسك عن مجال الفريلانسنج. يعني هنقول مثلا ان انت اخترت واحد من المواقع، هنقول مثلا Upwork. مهم قوي تدخل على الموقع وتبتدي تدرس الموقع، تعرف الموقع بيشتغل ازاي، تعرف ايه اللي مسموح بيه وانت بتقدم بروبوزل، ايه الحاجات اللي ما ينفعش تكتبها وانت بتتواصل مع العميل، هل ينفع تدي العميل بيانات الاتصال بيك مثلا او لا، ايه اللي تقدر تقوله وايه اللي ما تقدرش تقوله في البروبوزل، بحيث ان انت ما تقعش مثلا في غلط انك تخالف شروط الموقع. حاجات كتير قوي محتاج ان انت تعرفها عن الفريلانسنج. بس لان انت عندك الخبرة التكنيكال بتاعت مجالك وواثق ومتمكن من شغلك، فده بيختصر عليك الطريق بشكل كبير. لكن مهم قوي تعرف مواقع الفريلانسنج، مهم تعرف العمولة اللي انت هتدفعها، مهم تعرف ايه طرق سحب الفلوس. حاجات كتير كده بتقدر ان انت تتعلمها، وكل واحد من مواقع الفريلانسنج هتلاقي ان عليه هيلب سيكشن كبير جدا، وكل الاسئله اللي ممكن تخطر على بالك هتلاقيها موجوده. اشجعك كمان ان انت لو تقدر يعني مواقع الفريلانسنج بتديك عدد محدود من المشاريع تقدر تقدم عليها، وبتقدر انك تشتري حاجه بنسميها كونكتس او بيدز او وات ايفر اسمها على حسب الموقع، انك تقدم على مشاريع اكتر. كل ما قدرت ان انت في الاول تقدم على عدد كبير من المشاريع وتكون مختارهم كويس، ما تقدمش وخلاص، يعني اختار حاجات فعلا انت عارفها كويس قوي واشتغلتها وعندك اكسبيرينس بيها، وكمان عندك اكزامبلز تقدر توريها للعميل شبه اللي هو بيدور عليه. كل ما قدرت تتارجت بالظبط الحاجات اللي هي زي كده، كل ما قدرت تحسن فرصتك جدا في ان انت تاخد مشاريع بسرعة. ومهم قوي وانت بتقدم على المشروع انك تفهم العميل النقطة دي، تقول له انا نيو بالنسبة للموقع ده، لكن انا اشتغلت بره الموقع وعندي خبرة كتير، واقدر اوريك بعض امثلة من شغلي في اي مجال انت شغال فيه. بالطريقة دي بتقدر ان انت تأثر على نفسك المشوار الطويل اللي فيه ناس خبرتها قليلة بتحتاج ان هي تمشيه، وبتقدر ان انت
تحط رجلك على اول السلم بتاع المشاريع على مواقع الفريلانسنج. اتمنى اسمع منكم لو حد كان جرب بنفس التجربة دي، لو انت كنت شغال في مجال وعندك خبرة كتير وبعدين حبيت تدخل الفريلانسنج، يا ترى البداية كانت سهلة ولا صعبة؟ يا ترى خدت وقت قد ايه على بال ما قدرت تاخد اول مشروع ليك؟ يا ترى ايه اللي ساعدك وانت بتبتدي في الاول؟ ايه اللي سهل عليك الطريق او ايه الغلطات اللي انت وقعت فيها؟ احب اسمع منكم، لان طبعا التجارب بتاعت الناس المختلفة هيبقى فيها فوائد وحاجات كتير نقدر كلنا نستفيد منها. وهنتكلم في مرة تانية بقى، طب لو انا جديد خالص على الفريلانسنج وجديد كمان في المجال اللي انا عايز اشتغل عليه، اعمل ايه وازاي احسن فرصي ان انا اقدر اكسب مشاريع كتير. اتمنى تلاقوا الحلقة دي مفيدة وتعجبكم الافكار اللي فيها، وحابب دايما اسمع منكم. ولو كنت ما سمعتش الحلقات اللي فاتت يا ريت ترجع وتسمعها، واشوفكم حلقة جديدة مع اسرار فريلانسنج مع ماندو. شكرا لكم.